عارف ليه اغلب الناس بتفشل وهي متحمسه جدا في البدايه؟ عشان هم بيحاولوا يبقوا شخص جديد قبل ما يبقوا شخص ثابت. واحد يصحى يقول لك هتمرن، هقرا، هبطل سوشيال ميديا، هنام بدري، وهتعلم لغه، وبعد 4 ايام بيرجع اسوأ من الاول. بس المشكله مش فيك، المشكله انك بتبني حياه جديده بعقليه الشخص القديم. كل فيديوهات العادات بتقول لك ابدا صغير او غير حياتك بعد واحده، وده صح مش غلط، بس محدش بيقول لك السؤال الاهم: ليه اصلا مخك بيرفض التغيير حتى لو التغيير مفيد؟ ليه انت ممكن تكون مقتنع 100% بحاجه وبرضه ما تعملهاش؟ الفيديو ده مش عن تطوير الذات التقليدي، مش هقول لك غير حياتك في يوم واحد، ولا هديك روتين مثالي تمشي عليه. انا هقول لك ازاي مخك بيشوف العادات فعلا، وليه اوقات عاده واحده تنقذك واوقات عاده واحده برضه تضيعك. بص، انت مش بتفشل لانك كسول، انت بتفشل لان مخك بيحب الهويه الحاليه حتى لو حياتك سيئه. مخك متعود عليها. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي متعود يسهر عقله شايف السهر طبيعي، والشخص اللي متعود ياجل عقله برضه شايف ان التاجيل جزء من شخصيته. فلما تيجي تغير 5 عادات مره واحده، مخك بيعتبر ده تهديد مش تطوير، تهديد. عشان كده اول كام يوم بتبقى متحمس فيهم، بعدها مقاومه داخليه غريبه، تحس انك فجاه مش قادر، مفيش طاقه، زهقان، وتبدا تقول هبدا من السبت. وده السبب اللي محدش بيتكلم عنه. بس استنى، الاغرب بقى ان في ناس فعلا غيرت حياتها كلها مره واحده ونجحت. طب ازاي؟ وهل انت المفروض تبدا بعاده واحده ولا تعمل تغيير كامل؟ الاجابه مش زي ما الناس فاكره خالص. في حاجه اسمها كيستون هابت، عاده محوريه، عاده واحده لما بتتغير بتسحب وراها باقي حياتك كلها. زي ايه؟ واحد بدا يتمرن فجاه بقى ينام احسن، ياكل احسن، ثقته تزيد، تركيزه يتحسن. طب ليه؟ لان بعض العادات مش مهمه، بس دي بتغير صورتك عن نفسك، وده اهم شيء. لان العادات الهدف الحقيقي انك تبقى شخص مختلف، ودي النقطه اللي اغلب الناس مش فاهمينها. انت مش بتحاول تقرا كتاب كل يوم، انت بتحاول تبقى شخص بيقرا. فرق ضخم. بس هنا في فرق خطير جدا. ناس كتير تبدا بعاده واحده وتحولها لهوس. يعني ايه؟ يعني يقعد اسبوع كامل يركز على شرب الميه ويحس انه كده بيتطور، بس في الحقيقه حياته واقفه. وده اسمه وهم التقدم. انك تعمل حاجه صغيره مريحه بدل ما تواجه الحاجه الصعبه اللي فعلا محتاجه تغيير. عشان كده مش اي عاده تستحق تبدا بيها. اسال نفسك، العاده دي هتغير هويتي ولا هتديني احساس مؤقت اني بعمل حاجه؟ خليني اقول لك حاجه يمكن محدش قالها لك قبل كده: اوقات كتير انت مش محتاج عاده جديده اصلا، انت محتاج تبطل عاده واحده بس. لان في عادات بتسرق طاقتك كلها، زي التشتت، السكرول، التاجيل، الدوبامين السريع، وده يخليك مهما تضيف عادات تحس انك واقف مكانك. فالصح ايه؟ ما تبداش بعاده واحده ولا تغير حياتك كلها، ابدا بنقطه انهيار. يعني اسال نفسك ايه اكتر حاجه لو اتظبطت باقي حياتك هتتحسن معاها؟ ممكن تكون النوم، ممكن التركيز، ممكن التمرين، ممكن انك تبطل سوشيال ميديا ساعه واحده. مش الفكره عدد العادات، ايه هي العاده اللي لما تتغير هتخلي النسخه القديمه منك تبدا تختفي؟ ودي اصعب حاجه، لان التغيير الحقيقي مؤلم شويه، مش ممتع في البدايه، ومش بالصوره المثاليه اللي بتشوفها في فيديوهات التحفيز، بس حقيقي. في الاخر الناس فاكره ان بناء العادات معناه اضيف حاجات لحياتي، لكن الحقيقه اكبر تغيير بيحصل لما تبطل تعيش بنفس الشخصيه القديمه. فلو هتبدا بحاجه النهارده ما تسالش ابدا بعد واحده ولا كتير، لكن اسال ايه الحاجه اللي لو اتغيرت هتخليني شخص مختلف فعلا. وهنا كل حاجه هتبدا تتحرك لوحدها. ولو وصلت لهنا فغالبا انت مش بتدور على تحفيز، انت بتدور على طريقة تفرد بيها من النسخة القديمة منك. ويمكن بدأت تفهم ان المشكلة مش بس في انك تبدأ بعادة واحدة ولا كتير، المشكلة الحقيقية امتى تبدأ وازاي تبدأ صح اصلا. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. وبرضه قولي في كومنت ايه العادة او الحاجة اللي حاسس انها معطلاك فعلا، ممكن اتكلم عنها في فيديو جاي من السلسلة دي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.